انا شفت تمثال ابو الهول قد ايه كبير ومبهر. ايه ابو الهول ده بقى؟ هو عبارة عن راس انسان على جسم اسد، صح؟ صح، مظبوط. ده اسمه الكائن الخرافي. يعني ايه تمثال خرافي؟ يعني تمثال كان مش موجود في الحقيقة. زي ما انت قلت او شفت، هو عبارة عن راس انسان بيتحط على جسم حيوان، وساعات بيبقى ليه اجنحة كمان، وبالتالي الشكل ده احنا مش بنشوفه في الحقيقة. انا سمعت كمان ان تحت ابو الهول في كنوز وحجرات سرية. بص، تحت ابو الهول فعلا في 4 ممرات، ولكن مش بتوصل لا كنوز ولا الحجرات السرية ولا الكلام ده. الممرات دي عملها المصريين القدماء نفسهم، بس مش بتوصل لأي حاجة. طب انا كمان سمعت ان اللي كسر مناخير ابو الهول هو نابليون. هل الكلام ده حقيقي؟ لا، الكلام ده مش حقيقي خالص. نابليون لما نصب المدافع ضد المماليك كان بعيد جدا عن ابو الهول. حتى كان في واحد بيقول ان هو كسر مناخير ابو الهول في العصور الوسطى، اسمه سايمون الدهر، وده كلام برضه مش حقيقي. طب تفتكر ايه اللي كسر مناخير ابو الهول يا حمزه؟ إيه... انا اقول لك. حط ايدك على وشك، هتلاقي ان مناخيرك اكتر حاجه بارزه في وشك، وبالتالي حتى في التماثيل هتلاقي ان في التماثيل المصريه بما فيها ابو الهول دي اكتر حاجه بارزه. فمع الزمن الرياح والعواصف كانت بتاكل المناخير، شويه شويه ابتدت المناخير تقع، وفضلت الراس قويه زي ما هي. شكرا يا دكتور، انا فهمت. العفو.